كيبدا الفيلم ديالنا في مدينه لندن مع راجل سميتو كوان. هو كان واقف قدام المدرسه كيتسنى بنتو فان تخرج. فاش خرجات ركبات معاه وسلمات على الصديق ديالها تشافي اللي كان دايز من حداهم. كوان سول بنتو واش غادي تلاقاي به. هي قالت له غادي نتلاقى في الحفله اللي غادي نمشيو دابا نشريو الكسوه ديالها. فعلا شدوا الطريق للمحل فين غادي تاخذ الكسوه. منين وصلوا كان زحام بزاف في الطريق. البنت فان كانت زربانه. هي قالت لباها انا غادي ننزل المحل وانت خذ راحتك حتى تباركي الطوموبيل واجي عندي. فاش مشات وقبل ما تدخل المحل دازت على واحد مول الموتور نزل حتى هو من موتورو وطاحوا له سوارته قدامها. هي ما شافتش فيه ودخلت للمحل. باها كوان منين تاكد انها دخلت عاد تحرك بالطوموبيل باش يمشي باركيها ولكن جات من موراه الطوموبيل وضرباتو من اللور. هو نزل يشوف شنو واقع وتما سمع صوت التفرقيعه. فاش دار لقى المحل اللي دخلت ليه بنته هو اللي تفرقع. داك الساعه مشى كيجري لعند بنته. في هذا الوقت الصحفي ايان كان جالس في المكتب ديالو. تما جاتو مكالمه من مجهول قال له انا من جماعه مسلحه وباغي نحروا ايرلندا الشماليه ودابا كنعلنوا المسؤوليه ديالنا على التفرقيعه اللي وقعات وهذا الشيء درناه بسبب احتلال الانجليز لايرلندا. وزاد قال له الكود ديالنا هو فينيكس. الصحفي كتب داك الشيء ومشى كيجري الرئيس ديالو قالها له. الرئيس خرج قال لهم كاملين هذا الشيء اللي وقع اليوم كيعني ان السلام بين ايرلندا والانجليز رجع للزيرو عاوتاني وطلب من الصحفيين يديروا تحقيق ويقلبوا على الجماعه اللي دارت هذا الشيء. موراها الصحفي ايان خدا الكاميرا ديالو ومشى للبلاصه ديال التفرقيعه. تما شاف كوان هو وسط المحل المفرقع وشاد في الجثه ديال بنته ومعنقها. اما الايرلندي اللي فرقع المحل هو هذاك مول الموتور. فاش كمل المهمه ديالو مشى للدار اللي فيها الايرلنديين الاخرين. هما بداو كيسولوا بعضياتهم على شحال من واحد مات في هذه الحادثه واتفقوا باش يبقاو مخبعين في الدار حيت البوليس دابا كيقلبوا على اي ايرلندي مشكوك فيه. دابا غادي نمشيو لايرلندا الشماليه اللي حاليا حاكمها بريطانيا. كنشوفوا واحد الايرلندي سميتو ليان ولكن خدام في الحكومه ديال بريطانيا نائب وزير. هو كيخون مرتو ماري مع وحده سميتها ماغي. كنشوفوهم فاقوا بالليل هو وماغي فاش وصلوا الخبر ديال التفرقيعه. ماري مرتو خلات له ميساج وسولاتو فينك راه الدنيا مقلوبه بسبب الحادثه. هو قال لها راني مشغول في الخدمه وقطع عليها. دابا غادي نمشيو عند كوان اللي عايش فوق مطعم صيني ديالو ولكن مور موت بنته دخل في اكتئاب خايب. نرجعوا عند ليان. عيطات ليه مسؤوله في الحكومه سميتها كاترين. هي قالت له بما انك ايرلندي خاصك تعرف شكون اللي دار هذا الشيء. ليان قال لها راه فايت لي عاطيك 40 سميه ديال الايرلنديين في الحبس من بيناتهم حتى ولد عمه وطلبها تشد ليهم عفو ملكي حيت هذا الشيء ممكن يهدى المعارضين ليهم. هي جاوباتو انت عارف هذوك كاملين مجرمين وصعيب ياخذوا العفو ولكن غادي ناخذ الطلب ديالك بعين الاعتبار واكدت عليه باش يلقى اللي داروا داك الشيء في اقرب وقت. اما كوان مسكين جاو عنده البوليس وعطاوه داك الشيء اللي لقاو ديال بنته. هو قال لهم بلي بنتي كانت هي حياتي كلها وسولهم شكون اللي فرقع المحل واش غادي يتحاسب على شنو دار ولا لا. البوليس قالوا له اللي دار هذا الشيء غادي يتشد ويتحاسب وموراها مشاو بحالهم. نرجعوا دابا عند ليان. هو دار اجتماع مع زعماء الجماعات الايرلنديه وقال لهم اللي طور ودار هذا الشيء كيهدد السلام بين بريطانيا وايرلندا. واحد منهم قال له ما خاصكش تنسى راك حتى انت كنتي واحد من هاد المناضلين. ليان جاوبوا داك الشيء منين كنت صغير اما دابا هاد الهضره ما بقاتش مقبوله. وزاد قال لهم هاد المجرمين عندهم تواصل مع شي حد في هاد الاجتماع حيت لقاوهم خدامين بماده متفجره من المخازن ديالهم. زائد قالوا الكود ديال فينيكس اللي ما كيعرفوا حد من غيرهم. وهنا طلب منهم يعطيوه الحساب ديال المخازن السلاح ديالهم باش يشوف شمن المخزن اللي ناقص منه السلاح ولا المتفجرات. هكا غادي يعرف المصدر ديال هاد المجموعه. دابا غادي نمشيو لمركز مكافحه الارهاب في لندن. كنشوفوا المحقق بروم جالس كيحقق في الجريمه. جاو قالوا له راه كوان كيساين فيك على برا وهذه 5 ايام وهو كيجي. بروم دخلوا عنده وجلسوا كيهضروا. كوان كان جامع الاخبار ديال الجريمه من الجورنال وجاي كيسول واش عرفوا شكون دارها. بروم جاوبوا القضيه ماشي سهله راه حنا مازالين كنحقوا وغادي نلقاوهم. تما كوان جبد له جوه ديال الفلوس فيها 20,000 جنيه استرليني وقال له هذا الشيء اللي عندي وبغيت نحط هاد الفلوس كادو لاي واحد بلغ عليهم. بروم قال له ماشي هكا كنخدموا خاصك تصبر وتخلينا نديروا خدمتنا. فاش كملوا الهضره المحقق عرف منه انه تزاد في الصين وقرر يهاجر مع عائلته في 84 بسبب الحرب ولكن منين وصلوا لسنغافوره القراصنه قتلوا له 2 بنات اخرين من غير فان وحتى مرته ماتت فاش كانت كتولد فان. يعني ما بقى عنده حد دابا. بروم بقى فيه وطلب منه يصبر وما يبقاش يجي عندهم باش يكملوا التحقيق ويوصلوا للمجرمين. مور ما مشى كوان للدار لقى هذاك نائب الوزير ليان دايز في الاخبار كيهضر على الحادثه. هنا المذيع سولو واش ما عندك حتى معلومه على شكون هاد الجماعه حيت انت كنتي عضو في الجيش الاحمر الايرلندي. ليان قال له داكشي كان في الماضي اما دابا الهم ديالنا هو نحافظوا على السلام بين الدول بجوج. فاش تسالى البرنامج جات لام المساعده ديال كوان في المطعم. هي طلباتو ما يخليش الانتقام يسيطر عليه ولكن هو كان داير اللي في راسو. هذيك الساعه عيط على ليان وسولو شكون هما هاد الارهابيين اللي فرقعوا المحل وزاد قال له انا متاكد راك عارفهم حيت كنتي عضو في الجيش الاحمر. ليان قال له انا ما عندي حتى دخل في هاد الشيء وما عارف والو. كوان ما تيقوش وقالها له ولكن ليان قطع عليه الخط. تما كوان بدا كينفذ داكشي اللي كيفكر فيه. اول حاجه دار حرق كاع التصاور والجورنالات اللي جمع من القضيه باش ما يخلي حتى دليل موراها عيط على لام وعطاها السوارد ديال المطعم وقال لها من اليوم ولا ديالك حيت كتبوا ليها في سميتها. اما هو دابا صافي
صافي قرر يبدا الانتقام ديالو لبنته. هي حاولت تحبسه ولكن هو صافي وجد كل شيء. موراها هرس نمرته ديال التليفون وبدلها بنمره جديده باش ما يلقاها حد. فاش نزل تبعات ولا متحبسه ولكن هو ما بغاش يوقف ديما الطوموبيل وزاد قصد شمال ايرلندا وصوب الطوموبيل ديالو باش تبان بحال الطوموبيل ديال الناس اللي كيقادوا الجرا ديال الديور. من بعد مشى قلب على دار ديال الكرا ومشى للمكتب ديال ليان وسول باش يدخل عنده، ولكن فاش عرفوا الحراس هو اللي كان عيط عليه هذيك الليله بداو كيقلبوا فيه وجروه باش يخرجوه. تما خرج ليان فقال لهم حبسوه وخلاه يدخل عنده للمكتب. كوان فاش دخل سولو نفس السؤال وليان جاوبو راني قلت لك ما عارف والو. كوان قال له صافي انت اللي ما بغيتيش تقول لي شكون، ولكن في القريب غادي تبدل الراي ديالك. ليان كان باينه ما خايفش منه حيت كيشوفو راجل كبير وصافي. كوان فاش خرج من البيرو عنده دخل الحمام سد عليه وجبد شي ادوات كيتفرقعوا وكان دايرهم في وسط القرعه ديال المناضه، وكان داكشي كله بدائي. تما قاد قنبوله في الحمام وخرج. غير خرج فرقع الحمام تفرقع نيت صحيحه ولكن ما تاذى حد. منين جاو البوليس ليان ما قالش ليهم في من شاك. موراها كوان دخل الهاتف عمومي وعاود عيط على ليان وهنا قال له شنو دابا بدلتي الراي ديالك، غادي تقول لي المجرمين اللي فرقعوا المحل ولا لا؟ ليان قال له لا انا دابا بغيت نشوفك عاود. هنا كوان قطع عليه الخط. اما ليان امر الحراس ديالو يمشيو يقلبوا عليه وعيط على ولد خوه اللي كاين في ميريكان باش يجي يعاونو. في هذا الوقت كوان مشى للدار اللي كرا وهو دخل كيقاد في المواد الكيميائيه باش يصوب القنابل. مور هذا الشيء جوج من رجال ليان لقاو قنبوله في طوموبيلاتهم. قبل ما يفرقعهم كوان لقاو رساله كاتب فيها عطوني السميات. ليان فاش عرف قال لهم هذه الرساله بغى يقول لنا بها بلي قادر يوصل لينا فين ما كنا. من بعد الرجال ديالو قدروا يعرفوا فين كاري ومشاو لعنده. في هذاك الوقت عيطات كاترين المسؤوله البريطانيه لليان وسولاتو على التفرقيع اللي وقعت في المكتب ديالو. هو عاود ليها القصه ديال كوان وقال لها صافي ما تخافيش راني مسيطر على الوضع دابا. وهنا هي عاود اكدت له باش يلقى هذوك اللي داروا هاد الروينه في اقرب وقت. رجالو كانوا وصلوا للدار اللي كاري فيها كوان وهما دقوا فتحت لهم مولا الدار وقالت لهم اللي كتقلبوا عليه كاين الفوق. كوان فاش سمعهم دار كرسي سد به الباب ومنين جاي يهرب من السرجم لقى جوج اخرين كاينين لتحت. هو لقى فتحه في السقف غير طلع ليها هذوك الجوج هرسوا الباب ودخلوا. تما دغيا طلع عليه واحد شدو من رجليه وطيحوا لداخل، ولكن كوان بقى مضارب معاهم وما خلاهمش يشدوه. فاش خرج من الدار تبعوه ولكن شبعهم عصا وقدر يهرب ليهم. منين رجعوا عند ليان تعصب على رجالو وقال لهم هذا غير راجل كبير وغلبكم. تما قال لمرتو جمعي الحوايج غادي نمشيو هاد الايامات للمزرعه نجلسوا فيها. موراها وصل شون ولد خوه. ليان قال له محتاجك تمشي لندن عند المحقق بروم بالسر وبغيتك توصل له ان الايرلنديين الا عرفوا انني كنتعاون مع الانجليز ضدهم غادي يعتبروني خائن. اما كوان لقى واحد من الرجال ليان تابعو. تما مشى ضربو حتى غيب باش يمشي هو يتبع ليان ويحضيه على راحته، وفعلا بقى حاضيه حتى لقاه ملاقي مع الصديقه ديالو ماغي اللي كيخون مرتو معاها. ليان تلاقى معاها في المطعم وكوان صورهم بجوج وصيفط له التصويره. هنا ليان عاد عرف انه كيتعامل مع واحد ماشي عادي. اما شون مشى تلاقى مع بروم وقال له راه تفرقوا كودات جداد على زعماء كل جماعه، وإلا وقعت شي تفرقيعه اخرى وعلنوا المجرمين على شي كود من الكودات هذيك الساعه غادي نعرفوا اين جماعه هي اللي من مور هذا الشيء. فاش ليان وصل للمزرعه مع مرتو جا عنده المساعد ديالو كيفن وقال له منين قلبنا الدار ديال كوان لقينا بزاف ديال المواد المتفجره، يعني السيد عارف شنو كيدير. اما كوان بدل الطوموبيله ديالو بطوموبيله اخرى وشد طريقه للمزرعه ديال ليان. وصل الارض مزروعه خبع فيها الطوموبيل ومشى كيمسح في الاثار ديال الروايض. فاش طاح الظلام بقى كيتسلت حتى دخل المزرعه وبدا كيزرع في القنابل في كل بلاصه. واحد من الحراس حس بشي حد داخل وبدا كيقلب عليه، ولكن كوان زرب عليه قبل ما يتلقى وشدو ضربو. من بعد داز الحراس الاخرين واحد بواحد كيضربهم حتى كيغيبوا. وفاش سالا برك على الجهاز وفرقع القنابل اللي حاط كاملين. فاش الباقيين فاقوا ليان قال لكيفن عيط لي على شون وقول له يجمع رجالو كاملين حيت كيبان ليه قللنا من القيمه ديال هاد كوان بزاف. هو فاش طلع عند مرتو ماري لقاها خايفه بزاف وقالت له انا غادي نمشي لندن نعيش مع بنتي حتى تحل انت المشاكل ديالك. نمشيو دابا عند الجماعه اللي فرقعوا المحل وهما دابا كيوجدوا في القنبله الثانيه ووصلهم حتى الكود جديد من الزعيم ديالهم. نرجعوا دابا للمزرعه. ماري بدات كتوجد راسها باش تمشي لندن. تما سمعوا صوت قنبوله. فاش خرجوا لقاو طوموبيله من الطوموبيلات تفرقعات فعرفوه فرقعها من البعيد، يعني كاين غير قريب من المزرعه. هنا خرجوا الرجال ديال ليان كيقلبوا عليه، ولكن هو كان موجد لهم بزاف ديال الفخاخ بين الشجر باش يقتلهم كاملين. من ظهروا العوج كيفن شافو كيجري بين الشجر فاتيرا فيه وجابها له في الكتف، ولكن كوان تخبع مور الشجر وما بقاش شافو. فاش رجع كيفن للمزرعه قال ليان محتاجين ولد خوك شون يكون معانا حيت هو واعر في التتبع ديال الاثار. في هذا الوقت ماري مرتو كانت مع شون في لندن، وهنا كنعرفوا ان حتى هي كتخرج لها مع ولد خوه. هي كانت معاه فاش عيط له عمو ليان اللي قال له راه كوان قتل 3 من رجالنا بالفخاخ ديال الغابه. شون قال له اللي كيعرف يدير هذا الفخاخ غادي يكون تدرب في القوات الخاصه، وزاد قال له صافي كون هاني غادي نجي عندكم. منين
ليان قطع معاه، قال الماري راه بدلنا الكودات ديال الجماعات، وإلا وقعت شي تفرقيعه اخرى وتقال شي كود من الكودات جديده غادي نعرفوا ان جماعه هي اللي كدير هذا الشيء. ولكن هو لقى مأيده هاد الهجمات حيت كتكره راجلها ليان اللي دار يدو في يد الانجليز وما جابش ليها حق خوها اللي مات في النضال. نرجعوا دابا عند كوان اللي مازال مخبع في الغابه. هو قدر يخرج القرطاسه اللي جات فيه وبدا كيكوي بلاصه الجرحى، ولكن غيب بالحريق. وهنا بدا كيحلم بشنو وقع منين ماتوا له بناته بجوج على يد القراصنه. من جهه اخرى المسؤوله ديال الحكومه صيفطت ليان الملف الخاص بكوان. هو تصدم فاش عرف انه كان مع احسن القوات الخاصه في الجيش وكان معروف عليه انه اخطر مقاتل. موراها جا عنده واحد من الزعماء ديال الجماعات ديالهم سميتو ماكرز. ليان قال له باللي لقى المتفجرات ناقصين من المخزن ديالو. ماكرز نكر وقال له انا تايق ان المخازن ديالي كاملين وماشي انا اللي مور هذيك التفرقيعه، ولكن انا كنأيدها حيت مازال باغي نقاتل على بلادنا. وهنا صدموا فاش قال له انا راه ممكن نعاونك تشد كوان اللي مخليك تخبع مرتك وبنتك في لوطيل في لندن. ليان تعصب وقال له انا من ديما كنأيد النضال والحق، ولكن قلت لهم الا بغيتوا ديروا شي حاجه استهدفوا البنكات وما تاديو وما تقتلوا حتى حد. ماكرز قال له من نهار درتي يدك مع الانجليز على حساب المنصب ديالك تبدلتي. وموراها مشى وخلاه. هنا ليان طلب من كيفن يقلب له على كيفاش ماكرز عرف فين كاينين مرته وبنته. فاش مشى من عنده كيفن ليان لقى الكلب ديالو طايح في الارض مخدر، وفاش فتح المجر ما لقاش الفردي ديالو. وهنا دخل عليه كوان هز الفردي حطوا له فوق راسو وقال له بغيت السميات دابا. ليان قال له شوف راه بدلنا الكود بكودات جداد ودابا كنتسناو غير توقع شي حاجه باش يعلنوا على شي كود من الكودات جداد. هذيك الساعه غادي نعرفوا من جماعه منتمين ليها. تما كوان قال له عندك 24 ساعه باش تعطيني السميات. في التحقيق اللي شادو بروم قلبوا الفيديو يد الكاميرا وشافوا يد هذاك اللي كان طيح السوارت بالموتور قدام بنت كوان. منين زوماو على يدو شافوا فيها واحد العلامه غريبه ديال الحريق، يعني ما بقى ليهم والو يوصلوا ليه. موراها كنشوفوا ماكي صديقه ليام في لندن نزلت من الطوبيس وركبت في موتور مع واحد ايرلندي من هذوك اللي كيديروا التفجيرات. غير تحركوا تفرقع الطوبيس حيت هي كانت زرعه فيه قنبله وصدقات حتى هي معاهم في العصابه. في هذا الوقت شون جا للمزرعه. ليان جاه تليفون من بروم قال له على التفرقيعه الثانيه اللي وقعات وقال له راه ما علنوش على الكود، ولكن متاكدين انه ممنيت اللي داروا التفرقيعه الاولى حيت عيطوا على الصحفي ايان وكان نفس الصوت اللي كان هضر معاه من قبل. زائد لقاو في الطوبيس نفس الماده باش مصنوعه القنبله الاولى. ليان قال له كاينين غير حنا بثلاثه اللي عارفين الخطه ديال تبدال الكود، انت وشون وانا، يعني في من غادي يشكوا دابا. المسؤوله الحكوميه كاترين حتى هي عيطات عليه وقالت له خاصو يشوف كيفاش يجيب لهم الارهابيين حيت رئيس الوزراء قرر ينشر القوات في الشمال ديال ايرلندا. هو قال لها الا درتو هذا الشيء غادي تزيد الامور تخسر. وهنا هي جاوباتو الموضوع خرج من يدينا دابا. وسط هذا الصداع كله اللي فوق راس ليان جا عنده المساعد ديالو كيفن وقال له راه عرفت ان شون كان في لوطيل اللي كانت فيه مرتك وكان في نفس البيت ديالها. هنا ليان فهم انهم كيخونوه، وفوق هذا الشيء ماري عرفت الخطه ديال الكودات من عند شون. منين ربط الاحداث بين بعضياتهم عرفها هي اللي علمت ماكرز بالتبدال ديال الكودات حيت شك فيه فاش لقاه عارف البلاصه ديال مرته وبنته فين كاينين، يعني الارهابيين من جماعه ماكرز زائد معاهم حتى مرته. في هذا الوقيته شون خرج للغابه كيتبع الاثار ديال كوان. اما المجرمين عاودوا صوبوا قنبله اخرى حطوها في الباتري ديال البيسي واللي غادي تاخذوا ساره، وهذه هي السميه الحقيقيه ديال ماغي. المهم ساره دارت خطه وتعرفت على الصحفي ايان غادي تلاقى به وتحط له القنبله في البيسي عنده بشي طريقه باش يفرقعوه منين يكون طالع في الطياره حيت مسافر قريب. هنا المحقق بروم عرف من اليد الهويه ديال هذاك مول الموتور. فاش عرفوا وجهه قلبوا عليه في الكاميرات وتما لقاوه تلاقى بماكرز في شي مطعم. هنا بروم عيط على ليان وقال له المعلومات اللي وصلوا ليها وزاد قال له ماكرز هو اللي من مور هذه الروينه كامله. ليان نكرو وقال لبروم مده هذه ما شفتو. بروم قال له ما تخافش حنا شفناه حيت مراقبين المزرعه ديالك بالقمر الصناعي وعرفنا ماكرز قريب ليك. وزاد قال له غادي نعطيوك 30 دقيقه باش تستجوبوا فيها وتعرف منه السميات ديال الارهابيين اللي مشاركين في هذا الشيء، والا ما خرجتي بتا نتيجه القوات البريطانيه غادي تدخل. هنا ليان مشى للمكتب ديالو فلقى ماكرز كيساين فيه، حيد له التليفون وهز عليه السلاح وبقى كيضغط عليه حتى خلاه يكتب له السميات ديال اللي معاه. فاش قراهم صدم منين عرف صديقته ماغي معاهم وسميتها الحقيقيه ساره وحتى مرته كانت معاهم. ماكرز قال له مرتك اصلا كتكرهك هادشي علاش دخلت معايا. هنا ليان تعصب بزاف وتيرا فيه قتلو. موراها عيط على بروم وقال له على كاع السميات. في هذا الوقت ساره مشات عند الصحفي ايان وقدرت تبدلوا الباتري ديال البيسي بالباتري اللي فيه القنبله. ليان عيط على شون ولد خو اللي كان مازال وسط الغابه كيقلب وقال له راني صيفط لك السميات ديال الناس اللي قتلوا بنت كوان، انت لقاه دابا وعطيهم له وهنيني من صداعه حتى هو. هنا شون بقى كيقلب حتى وصل للخيمه ديال كوان. مع جاي قرب لقاه موجد له فخ، هو تضرب بعود حتى طار وخرج له كوان وبقى كيتضارب معاه. تما تغلب شون وقدر كوان يربطو وحطو قدامه كيستجوب فيه. شون قال له اللي قتل بنتك سميتو اوليلي وعنده حرقه في يدو. كوان منين عرف السميات لقو قال له سير بحالك. هذيك الساعه شون رجع للمزرعه جلس مع ليان وعاود له على شنو وقع له مع كوان. ليان قال له راني عرفتك كتخوني مع مرتي وبغيت غير نقول لك بلي هي كانت غير كتستغلك باش تعطي المعلومات لماكرز، ولكن دابا منين تسد الموضوع
الموضوع مازال بغيتك في مهمه اخيره، موراها ما بقيتش بغيت نشوفك. من جهه اخرى فريق مكافحه الارهاب فاش عرفوا الدار اللي مخبعين فيها الارهابيين مشاو لدار مقابله معاهم ووجدوا الاسلحه ديالهم باش يتيريو فيهم من السرجم، ولكن ساره خسرت لهم الخطه حيت دوزات الخوامي وما بقاوش قادرين يشوفوا. قبل ما يتصرفوا بخطه اخرى كوان سبقهم للدار، دار راسو من عمال الغاز وجا دق عليهم، هما دخلوه عادي. كيدخل بدا كيدرس الدار وشاف مول الحرقه اللي قالوا عليه شون، غير حط الشنطه اللي جايب معاه. جاو قالوا له خلينا نقلبوها، فاش فتحوها شافوا الرشاش اللي جايب معاه، هو ما خلاش لهم الفرصه فين يتصرفوا وبدا كيضرب فيهم. موراها خدا الرشاش وبقى معاهم حتى قتلهم كاملين وبقى له غير مول الحرقه. كوان ما غاديش يفلتو، شدوا طيحوا وخنقوه حتى مات. هنا القوات الخاصه منين سمعوا القرطاس حبس في الدار اقتحموها، ولكن كوان هرب قبل ما يجيو. غير دخلوا قلبوا لقاو كلشي ميت من غير ساره. فاش شدوها وسولوها فين هي القنبله الثالثه هي ما بغاتش تقول ليهم، ولكن عرفوا كيفاش يتصرفوا معاها حتى قالت لهم الحقيقه. تما عرفوا ان القنبله كاينه في البيسي ديال الصحفي اللي غادي يركب الطياره في هذا الوقت. هذيك الساعه علموا البوليس ديال المطار اللي مشاو كيقلبوا عليه حتى لقاوه مازال ما طلع. واحد من البوليس خدا البيسي ومشى كيجري به رماه في بلاصه امنه ما فيها حد وتما تفرقع بلا ما يتاذى حتى واحد. القوات اللي كانوا في الدار ديال الارهابيين علموا المحقق بروم بلي لقاوهم كاملين ميتين، وعلى حسب المواصفات اللي عطاتهم مولا الدار دخل عندهم راجل صيني في الستينات من عمره، وهاد المواصفات هي النيت ديال كوان. موراها تيراو في ساره قتلوها باش ما يبقى حتى شي واحد من الارهابيين عايش. هنا بروم امر القوات باش يخرجوا يقلبوا على كوان وقال لهم يردوا البال منه حيت خطير وماشي ساهل. هنا كاترين عيطات على ليان وشكراتو حيت عاونهم، وقالت له حتى هي تعتقات حيت كانت غادي تكون في نفس الطياره اللي كانت غادي تتفرقع، وزادت قالت له راه صفينا هاد الصاله اللي ضاغط عليك. وفاش راقبنا المكالمه اللي كانت بينك وبينها عرفنا انك ما كنتيش عارفها على حقيقتها. هادشي علاش رئيس الوزراء قرر يخليك في المنصب ديالك، ولكن غادي تطبق اي حاجه قلناها لك. اي حاجه قلناها لك خصك توافق عليها بلا ما تناقش. في هذا الوقت كانت مرتو ماري في لوطيل وحسبها سلكات، تما دق عليها شي حد، منين فتحات لقاتو شون ما كاين لا سلام لا والو. تم تيرا فيها قتلها حيت هذه كانت اخر مهمه ليه من عمو ليان. اما كوان مازال ما كمل خدمته، مشى عند ليان وراه التصويره اللي كنصوروا مع ساره وقال له هذه حتى هي كانت معاهم. ليان حلف له باللي ما كان عارف والو على هذا الشيء، ولكن كوان كان عنده رأي اخر. تما هدو باش يبرك في التليفون على الارسال، منين برك عليه قال له مبروك عليك، دابا تصويرتك مع الارهابيات نشرت في الانترنت وكاع الناس غادي يعرفوك حتى انت ارهابي. موراها كوان رجع للمطعم ديالو، غير رجع البوليس شافوه وعلموا بروم باش زعما يتحركوا ويشدوه، ولكن بروم وقفهم وقال لهم ما ديروا معاه والو. هذاك كوان حنا اللي خاصنا نشكروه على داك الشيء اللي دار. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.